أظن كلكم النهاردة اتفرجتم على مباراة الزمالك وبيراميدز اللي انتهت 1-0 بفوز الزمالك. ملخص الفيديو ده في كلمتين: بيراميدز قدام الأهلي أعماله رجالة، قدام الزمالك فرقة عالة. اللي أنا آسف في اللفظ ده يا راجل، ده منظر فرقة في المركز الثاني عندها 13 نقطة، بتلعب مباراة ودية قدام الزمالك اللي هو الرابع تقريبا مع 11 نقطة. يعني ادوني بالعقل كده وهتختلف معايا، اختلف بهدوء. الله وكيلكم، ده اداء بيراميدز اللي قصاد النادي الاهلي؟ ده فخر الدين بن يوسف؟ ده رمضان صبحي؟ وده هنفضل نعد طقم اللعيبه دي؟ ولا يعني تقدر تقول المصلحه المشتركه هي اللي بتحكم على الطرفين انهم يريحوا بعض؟ ما انا لو لقبت المسمى ده هقول يعني مواطن ومخبر وحرامي. تفسيرها زمالك، اسماعيلي، بيراميدز، التلاتة يعني بيخدموا على بعض من اجل اوقف مسيرة الاهلي. بيراميدز قدام النادي الاهلي بنلاقي فيه شد وجذب وضرب، وبنلاقي فيه حاجات بتخرج عن مباراة. مع الزمالك مفيش غير هجمة علي جبر اللي طلعها عواد من تحت العارضة. يعني طب خلي فيه روح، خلي فيه العب لعب نظيف، خلي فيه شراسه هجوميه. محدش يقول لي انت جاي شد حيلك ليه. انا ماليش علاقه بالزمالك على الاطلاق خالص. اولا الف مبروك للزمالك. انا بتكلم على فرقه بتلعب يعني مش عارف اسميها ايه، بنوايا مختلفه. قدام الزمالك تقلب لا مؤاخذه بطه، وعند الاهلي لا ما ينفعش. ما هو طول ما الدوري كده، طول ما مفيش تقدم. بص للمغرب، بص للسعودية، بص للدول العربية اللي ما كانش عندها أصلا دوري. النهاردة في شراسة هجومية من كل الفرق، في جدية في اللعب، في تحكيم عادل. ده في طردين النهاردة في مباراة الزمالك وبيراميدز. فين إبراهيم نور الدين؟ يعني فين إبراهيم نور الدين؟ فرقة بيراميدز اللي المفروض تحافظ على المركز الثاني بتاعها وتكسب، يبقى معاها 16 نقطة يعني تلاحق الأهلي. لا، مفيش الكلام ده. ازاي عدي ماتش الزمالك وبعد كده يحلها حلال ويجي الإسماعيلي من بعده وهو الدنيا ماشية كده؟ يعني اللي يشوف مباراة طلائع الجيش اللي فاتت قدام الأهلي والزمالك النهارده هيعرف الفرق ما بين الزمالك والبيراميدز، وبيراميدز والأهلي اللي جايين. وقتها اللي بيختلف معايا لو هو على حق هيقول لي انا راجل ما بفهمش كوره. لكن لو انت شفت فرق الاداء هتقول فعلا انا عندي حق. ده مباراه اشبهت بالوديه، مباراه اشبهت بتقسيمه، مباراه غير رسميه. ايه يا جدع على الضحك ده؟ وايه ايه الفراغ التام في الملعب ده؟ ده احنا بنتفرج بنقول يا ربي بيراميدز 1-0 مغلوب، يعني المفروض يتعادل على الاقل. ده عواد من كتر الملل كان بيطير كده على الفاضي بين الثلاث خشبات عشان يعمل اي منظر ويعرق. يا ريت النهارده اللي يلعب قدام ده يلعب قدام ده صح. كل فرق الدوري لو توحدت انها تلعب قدام الاهلي والزمالك بجديه وباداء واحد، هتلاقوا الدوري له طعم تاني. لكن عند الاهلي بنلاقي مباراه ايه؟ يعني الزمالك وبيراميدز، الاهلي وبيراميدز. بيراميدز قدام الاهلي ريال مدريد، وقدام الزمالك شدني يا عيد. هي كده، او ساعدني يا عيد، او ارفعني، سميها زي ما تسميها. مش عارف. يعني على العموم احنا الحمد لله كويس ان المباريات بتخلص كده وبتعدي بدون يعني ضحك اقل من كده واكتر من كده. يعني كويس اللي هي بتعدي بالشكل اللي الكل متعود عليه. لكن عندما يغيب كأس العالم ترى متعة الكرة بين الاهلي واي طرف ما بيحبش الاهلي اصلا خالص. دي الحاجة الوحيدة بتعوضنا اصلا عن غياب كأس العالم في الايام اللي ما فيهاش ماتشات دي. فيعني انا لو انا غلطان قول لي رايك في التعليقات، ما فيهاش مشكله. بس بقول لكل واحد
انت صاحب قرارك، وانت اللي اتفرجت على الماتش، وانت اللي قلت تقول رايك وقول تحليلك. والدوري لسه طويل جدا جدا جدا، وما زالت الكرة في الملعب، وكلنا متعودين على التعرقلات هنا وهنا وهنا. يعني الاهلي لسه قدامه المشوار طويل، لكن الاهلي بيمتاز بالهدوء، الاهلي بيمتاز بانه ياخد الثلاث نقط طول ما هو ماشي في وشه، ما بيبصش وراه، ما بينتظرش خدمات من حد. الاهلي بيحاول انه يساعد نفسه بنفسه، الاهلي بيحاول انه يخلص من الدور الاول بدري، عشان لو دوري ابطال افريقيا استكمل والدنيا مشيت، ما فيش حاجه اسمها تأجيلات وانشغالات وإرهاقات والكلام ده. الأهلي بمعنى المفيد بيحاول يتعلم الدرس من الموسم اللي فات واللي قبله، علشان ما يكون لناش أعذار ولا يكون لنا أي حجج خالص. وتاني بكررها، أي فرقة هتلاعب الأهلي والزمالك بنفس المستوى الواحد، صدقوني هنكون في حتة تانية. وربنا يوفق كل الفرق ويوفق الزمالك برضو. أنا مش كاره، عشان ما حدش يفهم غلط، أنا مش كاره لا الزمالك، أنا بقول الحاجة اللي بشوفها بطلع أعقب وأتكلم عليها، وأنت ليك وجهة نظرك. قول يا عم، قول أنت فعلا لا بيراميدز أدى النهاردة وأداء هجومي وضربات ركنية وضربات حرة مباشرة وبين الثلاث خشبات والكلام ده، وكان في ضربة جزاء والكلام ده، وضاعت أو ما ضاعتش. لكن يبقى القوس مفتوح، طلائع الجيش زائد بيراميدز زائد ممكن الإسماعيلي جاي في السكة مؤكد، الله أعلم اللي بعد كده. دي حاجة احنا ملينا منها الصراحة، يعني ملينا منها الصراحة. ألف مبروك للزمالك على الثلاث نقط، وارتفع رصيده من 11 نقطة ل 14 نقطة، اتصدر بيهم المركز الثاني اللي المفروض كان بيراميدز يقاتل عليه. لكن يبدو ان بيراميدز كان جاي من الساحل الشمالي، ما عملش حسابه ان في ماتش النهارده، فاثبتوا وجودهم في الملعب كده وخلاص يعني. على كل حال، ما زال الدوري موجود، وما زالت المتعة الكروية بنشوفها يعني خدها بقى على كل الاحتمالات، تريقة أو جدية، أنت اللي هتحكم بمشاهدتك للمباريات. بشكر كل الناس اللي تابعتنا من خلال الفيديو ده أو أي فيديو سابق على قناتنا. ويعني فضلا وليس أمرا، لو تكرمت حضرتك وعجبك محتوانا، أتمنى من كل قلبي تشترك في قناتنا وتفعل زر الجرس وتضغط لايك عشان يصلك كل جديد بإذن الله تعالى. ولو يعني عايز تقول رأيك برضو، دي حاجة بتسعدنا وبتشرفنا، لأن القناة اللي احنا عملناها للرأي والرأي الآخر، بنشاهد وبنتكلم كلام جماهيري، لا أكتر ولا أقل. كل اللي عليك إنك فقط لا غير بس هتسمعنا وهتعقب كلامنا وتقول رأيك، هل احنا صح ولا عندك وجهة نظر هنحترمها دون أخطاء خارجة عن النص ما بيننا وبين بعض. كل احترام وأدب فقط لا غير. أنا بشكركم جدا على حسن المتابعة وحسن الاستماع، إلى أن نلتقي بإذن الله تعالى في فيديو آخر. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.